خناقه مشهوره قوي بين جراحين التجميل عن نحت خطوط العضلات في الجسم. الحقيقه ان في نوعين من الخطوط بنعملهم، او نوعين موجودين، انا شخصيا ما بفضلش واحد منهم. واحد ان انت بتحفر في الدهون خطوط ملهاش علاقه بالعضلات وبتسيب دهون على جنبين الخط ده، وانا ما بفضلش النوع ده لانه بيكون فيك ودايما بيبقى مع العيانين وزنهم كبير. لكن في نوع تاني من خطوط العضلات بنعمله لما المريضه او المريض يكون وزنه مثالي وتقريبا عضلات بطنه مثاليه، بحيث ان هو لو لعب جيم هيظهر العضلات اكتر، فبتبقى خطوط حقيقيه ماشيه مع خطوط العضلات زي ما احنا شايفين، سواء الخطوط الجانبيه او الخطوط اللي في منتصف البطن. لو احنا لاحظنا حتى حركه البطن مع حركه المريضه هتلاقوا ان الخطوط بتبدا تبان زي ما احنا شايفين. ميزه ده انها خطوط طبيعيه، ما بنسيبش خطوط او ما بنسيبش دهون على جانبين بتوع الخط بتوع العضله، وبالتالي المنظر طبيعي جدا، ماسكولاين بس طبيعي. طب هل ده ينفع نعمله في كل المرضى؟ مستحيل، ما بنعملوش الا في المريض او المريضه اللي كتلتهم مثاليه وعضلاتهم في حاله شبه مثاليه وهيحسنوها مع التمارين.